يا ترى شهر رمضان بيحتاج مننا أي نوع تحضيرات؟ يا ترى تحضيرات دينية فقط ولا تحضيرات روحانية وغذائية ولا الثلاثة مع بعض؟ رمضان بيحتاج مننا تحضيرات روحانية دينية وغذائية. بس ما نقول محتاج تحضيرات غذائية طبعا مش معناها انه من قبليها بقى يحصل صراع ونجري على السوبر ماركت ونشتري كميات كبيرة من المكسرات ومن أمر الدين وكل الحاجات اللي بنستعملها في رمضان الحلوة دي. لا، لأنه دي بتبقى متواجدة وكمان الكميات المعقولة منها أقل عشان برضو نساعد نفسنا إنه ما يحصلش إفراط في استخدام أو أكل الحاجات دي. فلو قلنا هيحتاج تحضيرات غذائية، هنبتدي من قبل ما يجي شهر رمضان نكون عملنا الخطة بتاعتنا بتاعت الأكل. هو بس بنغير طبعا التوقيتات، فهيبقى الفطار بتاعنا يا ريت يبقى زي الفطار. وكلمة فطار بالإنجليزي لما بنقول breakfast اللي هي breaking fast يعني بنكسر الصيام. في أيامنا العادية نكسر الصيام بتاع النوم بتاع بالليل بأكل مش تقيل قوي، بحاجات خفيفة.